الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة غرة شهر رجب، يعني اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير ربي وربك الله. يعني الواحد دايما في النفحات اللي الله سبحانه وتعالى بيتعهدنا بيها كعباد على مدار السنة بتحاول نصحي فيها قلوبنا ونقول يلا 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 ننهض، وقبل ما نغمض ونفتح، وانا زي ما بقول لكم كده دي من علامات الساعة صدقوني، بس غمضوا وتفتحوا هتلاقوا نفسكم جيتوا رمضان، غمضت وفتحت ايه ده ليلة القدر خلص احنا في العيد. عشان يعني اخد ثواب الفترة الجاية دي طبعا رجب وشعبان ورمضان. طبعا يعني احنا بنقول اهو قبليها بشهرين ادعو الله سبحانه وتعالى يكبر بخواطرنا يا رب، ويعني يكبر تقصيرنا اللهم امين، واما نروح لربنا يعني متاخر احسن مما نروحش، بس ان شاء الله يا رب يا رب يقبلنا في زمره الصالحين واللي هيننهض بيه ان شاء الله من الحلقه بتاعتنا النهارده. عشان كده انا عايزه كل الناس بقى، كل الناس، الاولاد والصغار والكبار والزوجات والرجاله والشباب كله يجي يسمع اللي هنقوله النهارده عشان نصحي قلوبنا في اول كده يعني في غره رجب. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعله شهر مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. رجب بدايه دخولنا على رمضان، رجب بوابه قلوبنا لليله القدر، حال قلوبنا وجوارحنا بداية الغرس بتاعها بيبتدي في رجب. وطبعا الصحابة اللهم بارك يعني بادين قبلها ب6 شهور وهيصة كبيرة، والسنة كلهم عندهم باستعداد عايشين على الايه، على الذكرى والحاجات الجميلة. رجب شهر حرم، واحنا اتكلمنا قبل كده، احنا بنذكر بعض في ان الذكرى تنفع المؤمن، بس في تكات النهارده اقولها لكم، عندنا هديه في اخر الحلقه من فضلكم اكتبوا معايا. شهر من الاشهر الحرم، والاشهر الحرم بتعظم الحرمات فيه. شهر رجب اول الاشهر الحرم لله عز وجل قال فيها فلا تظلموا فيهن انفسكم، اوعوا تظلموا، والظلم ظلم معاصي وظلم غفله، وهنتكلم عن الكلام ده. الاشهر الحرم ديت سميت حرم لامرين اتنين: تحريم القتال الا اذا كان العدو او هو اللي بدأ عليك وجاي عليك، ولانها حرمه ليه؟ انتهاك حرم، اوعى تنتهك محارم الله عز وجل فيها، والمحارم اللي بتنتهك في الاشهر الحرم اشد من غيرها. المعاصي في الاشهر الحرم اعظم ذنب، والظلم فيها اللي منها ظلمك لنفسك بالغفله والعصيان والسيئات اعظم خطيئه من باقي الشهور. والاشهر الحرم هي ايه؟ 3 سرد زي ما احنا بقى حافظينه، بقيتوا اساتذه ما شاء الله عليكم، 3 سرد واحد فرد، اللي هو ايه؟ رجب، ذو القعده، ذو الحجه، محرم، ال3 الاخيره مع بعض سرد، ورجب هو اللي فرد لوحده. طيب اشهر حرم 4 زي ما احنا ما قلنا، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم، فلا ايه؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم، اوعوا تظلموا فيها والتشديد والامر ان احنا ما نظلمش فيها نفسنا عشان حاجات كتير قوي هنقولها ان شاء الله. معنى اشهر حرم يعني شهر حرم يعني يحرم يعني ايه؟ الحاجات اللي يجب احترامها وحفظها زي حقوق اشخاص، ازمنه، امكنه، كل الكلام ده. يقال دم المؤمن حرام اي يجب احترامه وحفظه، مال المؤمن حرام اي يجب احترامه وحفظه. زياده في الاحترام او الحفظ تحترمها. حرمه الدم نفس الكلام، المهم ان هو حرم ما تعصيش فيه وتحفظه من المحارم ومن المعاصي. فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله عز وجل جعلها مواقيت للعباده، نهى فيها عن المعاصي، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الظلم ايه؟ حاجتين: يا ظلم بتظلم نفسك فيه بترك الحسنات، تمام، في الشهر الحرم الجميل ده والشهر المحرم ده، وتاني شق انك بتظلم نفسك انك بتعمل المعاصي والمحرمات في الزمن الفاضل ده. ما هي في ازمنه فاضله منها الاشهر الحرم، انك تترك الحسنات وتعمل السيئات. وعشان العمل الصالح في الشهر ده بيبقى الاجر فيه من الاجور المضاعفه، اجر كبير جدا. ميزه الشهر اصلا ان الحسنات فيها مضاعفه، قال عليها الاجور المضاعفه. كان في رساله كامله لابن القيم عن الاجور المضاعفه والاعمال مضاعفه الحسنات فيها. الحسن البصري قال رحمه الله عليه: ان الله افتتح السنه بشهر حرام واختتمها بشهر حرام. يلا اللي ما بينهم يتغفر يا رب، قولوا امين. طب ازاي اوصل بقى ان اعمل الصالحات في شهر رجب، او ان انا اخد الاجور المضاعفه للحسنات؟ بص ركزوا معايا بقى ولا لو اكتبوا معايا. اول حاجه، وبصوا وعدوا معايا واكتبوا ورايا عشان الكلام ده مهم جدا. تكتبوا ورايا ايه بقى؟ اول حاجه تصحي قلوبنا.
اول حاجه صحي قلوبنا، يلا نفوق من الغفله شويه بشويه، يلا نشد الهمه، يلا ننقذ الايمان اللي مات في قلوبنا ده، اتخدر ولا نايم ولا مات، يدعو الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا من جديد. قولوا امين. نعمل ايه؟ نعظم الله عز وجل في قلوبنا. تعظيم الاشهر الحرم من العبادات ومن الايمان، ده في قلوبنا. ازاي؟ استشعر الخير العظيم اللي منتظرنا في الاشهر دي. والله ولو فاقت قلوبنا ورجعنا لربنا في اللحظه دي، او في لحظه ما احنا بنتكلم في الحلقه دي النهارده، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيقظه القلب. قولوا امين. في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده. طب السر في ايه؟ تعالوا كده، تعالوا بس احنا نفسنا واحنا بنقرا وبيعدي علينا اليوم ولنا نبقى متدبر فاهمين. بصوا ايه بنرددها 17 مره في اليوم في سوره الفاتحه، اياك نعبد واياك نستعين، فيها توحيد ايه؟ الوهيه وربوبيه كمان عشان العباده. الالوهيه ايه؟ انك تتعلق بالله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، يعني قلبك لا يلتفت ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى. اياك نعبد يا رب، قلبنا كله لله ولا يلتفت لغير الله، لا نريد سواك يا رب. طب لما نتعامل بقى مع الدنيا اللي ربنا ابتلانا بيها واللي مختبرين فيها، يبقى استخدم واياك نستعين. الله جميل. يبقى اياك نعبد تعظيم، واياك نستعين، يا بستعين بيك يا رب لقضاء كل حوائج بيبقى انا حطيتها بين ايديك، بستعين بيك يا رب تقضاها لي. يبقى التعظيم يجب ان ربنا ويعني الحرمات تبقى معظمه في قلبي للزمان اللي احنا فيه اللي هو شهر رجب ده، لانه من الاشهر الايه؟ الحرم. طيب عظم ايه؟ قال لك التعظيم قسمين. اول حاجه اعظم الحرمات واعظم الشعائر. طيب لو انا عملتها بجد هيزيل ايه؟ الظلم اللي انا بعمله على نفسي من المعاصي. شوفوا سوره الحج كده بتقول ايه؟ ومن يعظم حرمات الله ذلك خير له عند ربه. يعني اللي بيعظم ان هو ما بيعملهاش، والمحارم بتاعه ربنا اللي حرمها الله عز وجل في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يبقى هو كده ماشي في خط مستقيم. ومن اعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى طبعا الشرك بانواع، يكون التعظيم فيها، لكن ما ارتكبش اي حاجه منها دي، ويكون الامر في نفسي ارتكابها في نفسي عظيم جدا، اخاف على نفسي من ارتكاب الذنب وارتكاب الاسم، ده التعظيم. والوم نفسي ولو مريت على حرمه من حرمات الله ارتكبت فزع قلبي. عشان كده الناس اللي بتشوف المنكر وبيفزع قلبها ما ننكرش عليها ونقول لهم ده انتوا راجعيين وانتوا كذا، لا، يفزع القلب، وده شاهد ان قلبك لسه حي وقلبك فيه ايمان. وانكار القلب ذات نفسه دوت بيبقى ده اضعف الايمان، ولكن قلبي منكر الامر ده. يبقى يعني اعظم الحرمات، حرمات الله، ان انا ما ارتكبهاش وابعد عنها واستنكرها ويفزع لها قلبي، ده من علامات الايمان، وله اجر جزيل جدا. ابن القيم كان بيقول كما للحسنات ثواب واجر عظيم، فمنع النفس والجوارح عن ارتكاب السيئات برضو وارتكاب الاسم اجر عظيم. عشان اكون معظم لحرمات الله اخاف من الحرمات دي والحاجات المعاصي دي، حال قلبي خايف ويحذر، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولما حد يقع في المعاصي ما انتقدش واقعد اقول له ولا عايره ولا اكبر عليه، لا، ده انت تعتبر وتخاف وتنصح وتخاف على نفسك، واوعى احط نفسي في موضع شبهه ابدا، وان انا اقرب منها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيها، هتقع لو حمت حول الشبهات. ابعد واستنكر بقلبك وما تتكبرش على الناس، واعتبر وخاف. تكون معظم للحرمات اعلى من ارتكاب الذنب، ده بيقلل التعظيم في قلبي. ما هو لو كان الله عز وجل وحرماته عمري ما كنت ارتكبت، لان انا خايف من الله سبحانه وتعالى. اول مره تقع في الذنب قلبك يعمل ايه؟ متضايق زعلان مخنوق. تاني مره خلاص بقى بتقل حراره الندم في قلبك شويه، بعد كده خلاص بيروح التعظيم ويبقى كانه عادي، خلاص اعتدت الامر وبقى يعني ايه من الاعتياد. عشان ما نخسرش تعظيم حرمات ربنا سبحانه وتعالى، التوبه. اول ما يحصل حاجه على طول توب، ما احنا بشر لا ننكر بشريتك، لكن ساعه ما تعمل ذنب توب 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 لربنا، وما تيأس من رحمه ربنا ابدا، وما نستهينش ابدا. اصلا جريمه الاستهانه بالذنب مصيبه لوحدها بخلاف اصلا جريمه انك انت عملت ذنب، ودي الكارثه. طب يبقى 4 حاجات اعملها عشان اعظم الحرمات في شهر رجب الجميل اللي احنا فيه ده، ويكبر الحرمات كبيرة في قلبي. أعظم حرمة الله سبحانه وتعالى، أتعلم هي إيه الحرمات أصلا، وبعد ما أتعلم الحرمات أعرف إيه اللي فيها وإيه اللي ما فيهاش، إزاي إن أنا
طبعا الحرمات بتتفاوت في القلب حسب العمل القلبي، وبعد كده اخاف ان انا اقع في الحرمات ديت اللي هي رقم 3، وبعد كده اتوب لو لا قدر الله لو وقعت فيها، اتوب واكرر التوبه وما يأس ابدا. طب ده جزء تعظيم الحرمات. جزء بقى تعظيم الايه؟ تعظيم الشعائر. اعظم الشعائر رتب الاولويات في العبادات اللي هي ايه؟ محبة الله سبحانه وتعالى، ايه اللي ربنا يريده مني؟ ايه اللي ربنا ايه المحبوبات عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ها، وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرائض، الصلوات، الفرائض. شوف الاولويات بتاعتها، الصلاه عامله ازاي، ها، التوحيد في قلبي عامل ازاي، اللي ربنا بيحبه عامل ازاي. تاني حاجه اللي بيضاعف الاعمال اللي بتضاعف فيها الاجور، واتكلمنا عليها في حلقات قبل كده، ارجعوا لها تاني. اللي نعظم فيها شعائر ربنا والاجر المترتب على مضاعفه الاعمال الصالحه دي. ليه كل ده؟ ليه بنعمله؟ ليه؟ عشان ما اظلمش نفسي في الاشهر، فلا تظلموا فيهن انفسكم. كمان من الحاجات اللي ممكن اخلي بالي منها حسن الخلق. يعني العبادات، الفرائض، العبادات اللي فيها الفرائض، وبعدين اللي ربنا بيريد ويحبه ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ايه؟ ابعد بقى عن المعصيه. الاخلاق وحسن الخلق. حديث عن الالباني رضي الله عنه قال، ودي من الحاجات الجميله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. يبقى برضه حسن الخلق واحرص عليه. صله الرحم طبعا، من سر ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل ايه؟ فليصل رحم. طيب الجمال كمان ايه؟ الذكر المضاعف، الاستغفار المضاعف. تعالوا اقول لكم هديه الحلقه بتاعتنا النهارده. بقول لكم من ضمن الاذكار الجميله ذكر جميل، حديث جميل جدا جدا، حديث ابي هريره قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، عدوا معايا 5 بقى، من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يعقدهن، سيدنا أبو هريرة بيقول كده، عقدهن 5 بأصابع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ثم قال، بصوا الجمال، حاجات ايه؟ بصوا الجمال. من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر والله ديننا ده جميل قوي. الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني يريد لك الحسنات شئت أم أبيت، بس ربنا يرزقك اللي تقوله ويوفقك للي بتقوله. اللي قاعد سامع الحلقة عندنا كام النهارده؟ 1500 على اللايف دلوقتي. دول ربنا اختارهم، دول ربنا اختارهم يسمعوا الكلام ده. ما هم توفيق من ربنا. 5 حاجات لو قلتهم في ليلة، في يوم أو في ليلة أو في شهر، من مات ثم مات في ذلك اليوم في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. بس يعني أنا لو قلتها النهاردة أو بكرة، النهاردة بالليل وبعدين أو قلتها بالنهار أو قلتها في الشهر وخلاص مرة، غفر له. قال كتير؟ من قال. يبقى الدين سهل ولا مش سهل؟ يلا نلحق كده في البدايه، وانا جالكم في اول غره رجب اهو. يا رب اجعله شهر مبارك علينا وعليكم، اللهم امين. ويبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، قولوا امين. ويجعل لنا نصيب من ليله القدر، ويجعل لنا قلب حي يعظم حرمات الله في الشهر ده. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم. اللي يدعي لحد يدعي لنا، ماشي؟ كل واحد يدعي للتاني ويدعي الامه الاسلاميه. وادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم يا رب يا رب، اللهم امين، من الذين يستمعون القول فيتبعون. قلبي يتبع، اللهم